يلا يا لولي يلا شوبا بابا فين؟ النهارده عيد ميلاد لولي. عايزه اقول لكم ان انا متوتره، كل حاجه بتتكسر من ايدي. بعمل كوبايه النسكافيه وقعت اتكسرت، عامله كده، ما تفهموش ليه، بس انا فرحي. دلوقتي هطلع اعمل الميك اب، هعمل شعري وهلبس وهوريكم الدريس بتاعي النهارده هيبقى عامل ازاي. فقبل اي حاجه مش تعملوا اشتراك في القناه ووصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك عشان يبقى ذكرى حلوه قوي لولي في اول عيد ميلاد لي. دلوقتي احنا خلصنا الميك اب وخلاص هنعمل الشعر بقى. هلبس الدريس وهوريكم دلوقتي الدريس هيبقى عامل ازاي. وليلي تحت واقفه معايا عامله بتجهز، مأخراها جدا انا عارفه، بس خلاص يعني كل حاجه هتمشي تمام. انا متوتره جدا بس يعني اللوك طالع قمر بصراحه. 2 hours later. بقالك ساعتين بتعملي ميك اب. خلاص في ساعتين بقى شعر. نخلص الشعر بقى يا ريت المشكله ان احنا علشان متأخرين. يا ريت. بيقول لك 10 ثواني. 10 ثواني 10 ثواني قدامنا 10 ثواني نكون خلصنا الشعر. يا جماعه قولوا لي رايكم في الميك اب. شايفين خطير ازاي؟ شايفين حلو ازاي وهادي وسامبل مليان جلوي كده يلا عشان ايلة تحت حلو برضه قوي. خلاص يعني احنا هتولع خلاص فيها وفيكي دلوقتي. هنعمل الشعر دلوقتي، هنشوف بقى هنعمل ايه عشان انا لسه مش عارفه هعمل ايه في شعري بصراحه. دريس ونشوف الدريس كمان. بصوا لي بقى على دريس لولي القمر والارنوب اللي هنا ده. دي احلى واحده تتم سنه، صح يا بابا؟ احلى ارنوب اللي مقريفه وهتموت وتنام دلوقتي. أنا عايزة أتنام. انا بقى ممكن اخدها تمام ونروح كده ايه نحاول نصورها صورتين قبل ما تنام. تمام، لان احنا في الحالات اللي زي دي يا لحقنا يا ما لحقناش. تحفه الدريس خطيره خطيره. انت يا زغلة. لا انت اللي الدرس بتاعك شياكه برضه. بصوا لي على القناطه الشياكه. يلا يا لولي علشان نصور بقى وندلع عيد الميلاد بتاعك. شوفوا احلى عيد ميلاد دلوقتي يا لولي. يلا يا لولي يلا شوبا برافو لولي. لولي اهو انا هنا يا بابا. لولي بصي لولي. هي يا جماعه لولي الأرنب. هنا هنا بابا فين؟ هنا كوكو ميلون بابيا. بابا فين؟ وهيلا فين؟ بابا هنا.
هنعمل ايه؟ لا 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 ركزوا معايا. يلا يلا مع بعض. يلا انا عايز بس اروشن واتهنى واخش الدنيا، بس اروشن واتهنى واخش الدنيا. عظيم زي ابوه. يلا مرة تاني. ايد واحدة لفوق مع بعض، ايد واحدة لفوق. شوف لي تصريف ابوس ايدك نكتب له شيك، انا جوايا حته نضيفه هاخدها ارميها في اي حته. اديني يا شيخ حبة انا في البيت علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف. اللي جاي اللي جاي. زين نمبر 1 مش نمبر 2. يلا بلبل. ايوه بعد يوم شاق وزي ما انتم شايفين اكنه كان فرحنا. امل طبعا كعاده كل مناسبه تقعد ترقص 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 ترقص. انا ما اعرفش في المناسبات دي بتبقوا جايبين الطاقه دي منين. انا بقى لا ليا في الرقص ولا ليا في وجع الدماغ ده، انا راجل غلبان راح اشوف المعازيم واقف مع الناس وراضيهم. بس تفاجأت بقى ان البت لولي ما شاء الله في ناس كتيره جدا بتحبها وجايبين لها هدايا كتير قوي. وانا بصراحه خصصت فيديو هيبقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وإيلا بنفسها هي اللي بتفتح الهدايا دي كلها والناس اللي بتحبها جابت لها ايه في عيد ميلادها. لو متحمسين تشوفوا الفيديو ده يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عشان الفيديو اللي جاي هنفتح كل الهدايا اللي جات لها. انا في عيد ميلادي نفسي 29 سنه عشتهم عمري ما جالي كده. اما اشوف عيد ميلادي ال 29 يا امل هتجيبي لي ايه؟ قصدي يا لولي هتجيبي لي ايه؟ قصدي الناس هتجيب لي ايه؟ انا مش بحسدك والله يا لولي، بس يعني انا كان نفسي في عيد ميلادي حد يقدرني يعني او يحبني، وانا اللي غلطان برضه. انا عمري ما عملت عيد ميلاد الا مره او مرتين ثلاثه في عمري كله يعني. شكرا جدا لكل الناس اللي بتحبنا ودايما بتدعمنا ودايما بتتفرج على فيديوهاتنا. ومعلش طولنا عليكم في الفيديو ده، انا حاسس ان انتوا اتفرجتوا على مهرجان مش عيد ميلاد. اهم حاجه ان لولي كانت مبسوطه في يوم زي ده وانا اللي بعمل معاكم الفيديو، لانهم كلهم تعبانين وكلهم نايمين. محدش قادر طبعا بعد الهد بتاع اليوم ده غيري انا الوحيد اللي ما تعبتش نفسي يعني، فطبيعي اكون كويس يعني. هختم معاكم الفيديو لحد كده، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما اولادكم كلهم وانتوا وكل اللي بتحبوهم يكونوا بخير. وللاسف هختم الفيديو لوحدي واقول لكم باي باي.